بالظبط. ليه نعمل اجتماع واحنا كلنا مش ماسكين حاجه في ايدينا؟ And also not only Zamalek, مش حتى مش الوضع مش هنا في الزمالك بس، الوضع في مصر كلها بنفس الشكل كده. Today, very honest, I don't like to be in the place to any gentleman from any board, football club board, I don't want it to be in their place. يعني هو في الموقف ده هو ما يكونش حابب ان هو يكون عضو او عضو مجلس اداره او رئيس نادي او في اي نادي في الموقف ده. شوف انت بقى تخيل وضع الصداع اللي ممكن يكون في دماغك من خلال تحقيق ناس كتير انت بتدور لها على موارد And I think the board they know because they follow us even if they are far, but they follow us. They know everything is going on. We are training normal. We are working normal every day. We do our job. هو عارف ان المجلس سواء اللجنه او المجلس عارفين ان احنا عارف ان مصطفى كان اتكلم تقريبا عنه قبل كده، بس حابين تاكيد هو تعاقد مصطفى مع نادي القادسيه الكويتي ده يمكن خبر انتشر بس خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا. وانا السنه انت ايه؟ اوكي بس ما انا قلت ايه هو بيتكلم عنه قبل كده، بس ال 24 ساعه اللي فاتوا اتقال تاني تعاقد. حاجات لان ده حاجه جديده انت يجيبك جديد ده جديد. هو اتكلم على مواقع خلاص يا سادي احلف لك على سادي والله احنا مش عايزين ما فيش وقت تسال فيه محدش كلام كثير. بص مش عايزين نوصل الناس لحاله رتابه في الاخبار فلان وفلان، الموضوع فلان وايه رايك في موضوع فلان، ونقعد 3 4 ايام ونرجع نفس الموضوع فلان وفلان، وبعدين نرجع للقادسيه، وبعدين نرجع تاني لاتحاد كلمه، وبعدين نرجع تاني Chelsea, Manchester. Look, I'm not getting angry more because now they are my friends. هو مش هيبقى زعلان خالص عشان دول بقوا اصحاب. انتوا اصحابه مش هيزعل منه. انت عيط. بس هو الحاجات دي بتتعب. اوكي. بالنسبه للمباراه الوديه بكره وفكر الجهاز الفني ان شاء الله في الفتره اللي جايه الاسبوع اللي جاي تحديدا هيكون ماشي ازاي في ظل طبعا الامور موقف التوقيت. Well, tomorrow we are going to play against a good team. هنلعب فرقه كويس Coach ومدرب كويس جدا كابتن حلو who's working very well. بيشتغل شغل. سبب احساس هاني سعيد بعدم التركيز مع الفريق هو يمكن خاص موضوع خاص بالمستحقات الماليه ان هو الموسم اللي فات مش مستحقات. الموضوع ده هيمثل هكمل بس السؤال معلش يا كابتن اسامه، هل النقطه دي لان كل اللعيبه بتعاني من عدم صرف مستحقاتها وان هي ملتزمه عليها التزامات ماليه، فهل ده هيأثر معها المستر فييرا في المرحله اللي جايه خصوصا لو في بطوله رسميه؟ And also some players feel the same situation to Hany Saeed, and this is about the Of course. when we start league. Of course, this is not easy for the players. طبعا مش سهل على اللعيبه. They are still young boys. لسه كلنا حاجه هم لسه صغيرين. They need to be more maturity, experience to support when these situations come, I mean financial situations come, and they have to find a solution. نفهم ان هم صغيرين في السن ما عندهمش الخبرات الكافيه اللي لما يتعرضوا لمواقف من المواقف الماليه ازاي يتعامل مع موقفه المالي. طبعا دي حاجه بالنسبه للعيبه جديده، الناس كلها بتعرف ان لعيبه مصر الفتره اللي فاتت كلها ده من عندنا كانت عايشه طايرين والدنيا بامبي، الحياه حلوه الحياه مش هتوقف، فدي من النوع اللي لازم يتعلم موقف من اللقطه اللي احنا فيها دي. But now the league is not starting. Well, I cannot judge the case, analyze the case, because I don't have a league to see how the performance of the player will be with this financial problem. هو ما يقدرش دلوقتي يحلل الوضع لان احنا ما فيش اوريدي مسابقه، ما فيش اوريدي دوري، فما يقدرش يحلل الوضع اللي انتوا بتسالوا فيه دوت لان ما فيش دوري، ومع المشاكل الماليه اللي ممكن تحصل فما فيش مش عارف بتاعتها هيتاثر ازاي بالوضع ده. But you can see every day I have a full squad here.